تصريحات وزير خارجية سلطنة عمان عن دخول أمريكا الحرب عملت قلبان في أمريكا. مقال مهم جدا يوصف بالناري من راجل، يعني انتوا عارفين عمان عمر ما كان صوتها بذلك القوة، ودايما كان بتاخد طريق وسط وهادية جدا، اسمع لهمش الصوت. وزير خارجية سلطنة عمان بدر البورسعيدي عمل مقالة قوية جدا قلب أمريكا. ده بدر البورسعيدي: أمريكا تغرق في حرب ليست حربها، وإسرائيل ترسم فخ الحرب الأبدية. فخ الحرب الأبدية ده اللي بقول لحضراتكم عليه، فخ الحرب الأبدية. طرح البورسعيدي تساؤلا حول دور أصدقاء أمريكا في مساعدتها من الخروج من هذا التورط غير المرغوب فيه، مشددا على ضرورة قول الحقيقة ومفادها أن كل من إيران وأمريكا لا يملكان ما يكسبانه من هذه الحرب، وأن مصلحتهم تكمن في إنهاء القتال في أقرب وقت، وأن على القيادة الأمريكية إعادة تقييم مصالحها بما يشمل إنهاء انتشار أسلحة نووية في المنطقة، وتأمين سلاسل إمدادات الطاقة، وتعزيز فرص الاستثمار في ظل الأهمية الاقتصادية المتزايدة، معتبر أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب سلاما بين إيران وجيرانها. ولفت إلى أن العودة للمفاوضات الثنائية قد تكون صعبة للطرفين في ظل الانتقال المتكرر من الحوار للتصعيد العسكري. أظن أن أمريكا كل مرة بتغدر وتتفاوض مع إيران وبعدين تقوم داخلة الحرب وهي بتتفاوض، إلا أنه اعتبر أن استئناف المفاوضات ده المسار الوحيد للخروج من الحرب. يعني رغم مرارات الماضي القريب جدا ده المسار الوحيد. على أصدقاء أمريكا مساعدتها على الخروج من حرب غير قانونية. القوة العظمى أمريكا فقدت السيطرة على سياستها الخارجية. في مجلة ايكونومست البريطانية كان ذلك المقال الحقيقة التاريخي، وإن الولايات المتحدة وإيران كانتا مرتين خلال 9 أشهر على وشك التوصل لاتفاق بشأن البرنامج النووي قبل أن تتعرض الجهود لانتكاسة، مشيرا أن الضربة العسكرية اللي شنتها إسرائيل وأمريكا في 28 فبراير بعد ساعات من جولة محادثات وصفت بأنها الأكثر جدية أطاحت بفرصة سلام كانت تبدو ممكنة، وأن رد إيران عبر استهداف ما تقول أنها مواقع أمريكية في أراضي دول مجاورة كان نتيجة حتمية. شوف 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 الراجل اللي عمان اتقصفت وقصف شديد جدا رغم كونه مؤسف وغير، لا لسه ما كملتش، رغم كونه مؤسف وغير مقبول، قال لك نتيجة حتمية ما عندهاش خيارات. ده اللي بقول لحضرتك عليه، لما تتكلم تكون واقف في زاوية إيران تعمل إيه في ظل ما وصفه بأنه حرب تهدف إلى إنهاء الجمهورية الإسلامية، حرب وجود، معتبرا أن هذا الرد قد يكون الخيار العقلاني الوحيد المتاح أمام القيادة الإيرانية، وأن تداعيات التصعيد ظهرت بوضوح في دول الخليج التي باتت ترى في التعاون الأمني مع أمريكا مصدر تهديد لأمنها واستقرارها بعد أن كانت تعتمد عليه بوصف ضمانة أساسية. أهو السطرين دول يا جماعة خلى إمارات الشر وكلابها يفتحوا النار على الراجل اللي قال الحقيقة. الهجوم مؤسف وغير مقبول لكنه كان حتميا. أكبر خطأ ارتكبته الإدارة الأمريكية للانخراط في هذه الحرب ليست حرب أمريكا، ولا يوجد سيناريو مرجح تحقق فيه واشنطن وتل أبيب أهدافهم، ده اللي بقول لحضراتكم عليه إن الخيارات كلها منيلة ب60 نيلة، وأعرب عن أمله فأن يكون الحديث الأمريكي عن تغيير النظام في إيران مجرد خطاب سياسي، وإسرائيل تسعى صراحة إلى إسقاط النظام الإيراني. حرب وجودية، حرب عايزاها تعملها إسرائيل لحد الدمار الشامل. طلع عبد الخالق عبد الله يهاجمه فهيتجننوا منه في الخليج وفي القلب الإمارات. طبعا عبد الخالق عبد الله اللي فقد البوصلة تماما وشتم مصر وبيشتم عمان، ما سابش حد نتيجة ان الامارات بتنهار. قال ايه عبد الخالق عبد الله؟ نشر مسؤول خليجي امس مقالا يبرر فيه اعتداء ايران السافر على سيادة وطنه وعلى دول الخليج العربي، وقال ان العدوان الايراني محق وايران تدافع عن نفسها. الراجل استخدم جمل حقيقة صادقة جدا، وقال ان العدوان الايراني محق وايران تدافع عن نفسها، لم يوجه ايدنا واحده للعدوان الايراني، وكأن المسؤول يطلب ان نبكي على ايران او نعتذر ليها. على هذا المسؤول الاعتذار وتقديم استقالته. خد في شر روح لماما يا عبد الخالق، خد شر روح ماما تسال عليك واتصلت بكل صحباتها. قال يستقيل ويجب استقالته. طلعوا ناس تهاجم موقف سلطنة عمان، واحد حقيقه يعني شيء كده اصله عماني مقيم في الامارات، اصله عماني، ده الشيء القادر، ده الشيء القادر ده جمال المله. على قولة الشاعر من كثر ما شفت بحياتي مندال بديت اشك ان الندالة فضيله، بديت اشك العيب في طيبتنا زايده او في اخلاق الاخرين.
يخرب بيت الامارات، وكل بتستخدم كل حاجه عشان آه، تقلب الدنيا رأسا. إذا كما رأينا كان هذا هو تحليل الأستاذ معتز مطر، وكان بذلك وصف لنا كل الأحداث التي ستمر في الأيام القادمة. نتمنى أن تمر الأحداث بدون مشاكل كبيرة، ونتمنى الخير للجميع. المرجو الإخواني